السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لي ستات اوف خوي كيجيو رائعين، ما تشبعوش منهم، كيجيو خطيرين. نتمنى يعجبكم الفيديو وتبقوا معاه حتى النهايه. بالنسبه للمقادير البنات، غادي نحتاجوا في العجينه الصابلي بيضه واحده، 2 ديال الالصا، شويه د المليحه، 3 معالق الزبده، 5 المعالق السكر كلاص، دقيق على حسب الخليط. وهنايا اول حاجه غادي نبداو بها هي الزبده مع السكر كلاص. غادي نخلطوا مزيان الزبده مع السكر كلاص حتى نتحصلوا على هذاك القوام اللي بغيت. المهم البنات، هنايا درت انا المقادير غير قليله، وانتم الا بغيتوا تزيدوا او عندكم بزاف الافراد في الدار تقدروا تزيدوا المكونات. صافي غادي ندخل هنايا السكر مزيان مع الزبده كما قلت لكم، غادي نخلطوهم مزيان حتى نتحصل على القوام اللي بغيت. وهنايا كيف ما قلت لكم دابا ها هو القوام اللي بغيت. شوفوا البنات، السكر والزبده ولاو بحال كريمه. دابا غادي نزيدوا عليهم واحد البيضه وغادي نستمروا في العجينه. المهم غادي نجمعوا العجينه بالبيضه والسكر والزبده، نفس العمليه. من بعد غادي نزيدوا الطحين على حسب الخليط. بالنسبه للعجينه الجينواز ما كتكونش قاصحه ما كتكونش رطبه، يعني راكم عارفين، عينكم ميزانكم. نزيدوا الدقيق. بالنسبه للدقيق البنات غادي نزيدوا شويه بشويه حتى تجمع لينا العجينه. غادي نديروا شويه د المليحه. من بعد غادي نديروا الزا. بالنسبه للالزا ما غاديش نديروه كامله البنات باش ما تنفخونيلاش بزاف، غادي نديروا غير نص معلقه كيف ما غادي تشوفوا معايا. وصافي غادي نستمروا نجمعوا العجينه وحنايا كنضيفوا الدقيق شويه بشويه حتى تجمع لينا العجينه، وحتى نشوفوا العجينه اللي بغينا واش قاصحه ولا رطبه. المهم نتوما كتعجنوا وانتم كتشوفوا. من بعد ما جمعنا العجينه ها هي البنات، دابا غادي نديروها في الثلاجه ترتاح. بالنسبه للثلاجه غادي نخليوها غير 30 دقيقه وغادي ندوزو نصاوبوا الكريمه. دابا بالنسبه للمكونات ديال الكريمه غادي نحتاجو نص لتر حليب، 3 صفر بيض، 6 معالق سكر، 2 فاني، 3 معالق مايزينا. هنايا غادي نقسم السكر على 2، النص نديروه في الحليب والنص نضيفوه على صفر بيض. صافي هنايا غادي ناخذوا الحليب، غادي نخلطوه شويه ونحطوه على النار تكون مهيله البنات. وهنايا غادي نجيو عند هذاك صفر بيض والسكر، غادي نزيدوا عليهم الفاني. بالنسبه للفاني ما غاديش نديرهم بجوج، غادي ندير واحد كامل والاخر غادي ندير غير نص ديالو. وهنايا غادي نخلطوا الفاني مع البيض مزيان حتى نتحصلوا على كريمه ديال الصفر بيض والسكر والفاني. المهم البنات هنايا غادي ناخذوا داك الحليب اللي كنا درنا على النار، غادي نحطوا شويه بشويه على الصفر بيض. المهم حنايا كنحطوا حنايا كنخلطوا. صافي هنايا غادي نرد الحليب على النار وغادي ناخذ 3 المعالق ديال المايزينا اللي قلت لكم في المقادير ديال الكريمه. صافي هنايا غادي نحط مايزينا على الصفر بيض، غادي نخلطو مزيان وغادي ناخذوا داك الخليط غادي نحطوه على الحليب اللي درنا على النار. حنايا كنضيفوا في الخليط وحنايا كنستمروا في التحراك باش ما تلصق ليناش ديك الكريمه البنات. وصافي كنستمروا هكا حتى نتحصلوا على الكريمه. ها هي الكريمه البنات، شوفوا كيفاش جات صراحه رائعه بزاف، زوينه متماسكه. هنايا البنات كان كيصحاب لي بلي الكاميرا كانت كتصور. المهم منين
حطيت الكريمه على النار، يعني طفيت عليها النار، خلطتها بالطراب الكهربائي وضيفت ليها 2 المعالق ديال الزبده باش تبقى هكاك متماسكه. ومن بعد حطيتها في الثلاجه. دابا غادي ناخذ هنايا ليمون، هادو هما الليمون اللي غادي نحطو فيهم العجينه ديال الصابلي. كندهنوهم بشويه ديال الزبده باش ما يتلصقوش لينا، وغادي نضيفوا ليهم عاود شويه ديال الطحين. صافي، هي العجينه ديالي من بعد ما ارتاحت. هنايا وجدت الصينيه اللي غادي ندخل الفران، حطيت فيها ليمون اللي دهنتهم بالزبده والطحين. هنايا غادي نفتح العجينه وغادي نسرحها على طاوله العمل بالمطلقه. وعندي تماك داك المول اللي غادي نشكل به كويرات صغار باش نحطهم في ليمول. وصافي، المهم نتوما شاهدوا معايا الطريقه اللي كندير. نتمنى تعجبكم، ونتمنى نتمنى تجربوهم حتى نتوما في الدار ديالكم وتخرج لكم كيف ما خرجوا لينا حنايا. المهم جات صراحه زوينه، جاو رائعين، وبالاخص ساهلين، ما كياخذوش بزاف ديال الوقت. بالنسبه للعجينه ما فيهاش المقادير اللي درت لي في العجينه يكونوا عندنا متواجدين في الدار. وها هو البنات، دابا غادي بهذا المول غادي نشكل كويرات صغار. من بعد ما شكلت هكا كويرات غادي ناخذ دوك الكويرات غادي نحطوهم في ليمول وغادي نشكلوهم، حيت دوك ليمول فيهم ديك الشكل، يعني غير غادي تحطوا العجينه لداخل ليمول وغادي تشكلوهم باليدين ديالكم. صافي، المهم البنات غادي نستمر هكا حتى نكملوهم كاملين، وصافي غادي ندخلوهم الفران. المهم خليكم مع لا فيديو نتوما كتشاهدوا كلشي بالتفاصيل. صافي، من بعد ما شكلتهم كاملين كندير لهم هكا بالفورشيت باش ما يتنفخوش لينا بزاف. صافي غادي ندخلهم الفران. بالنسبه للفران 180 درجه، ما يطيبوش بزاف، غير يتحمروا من الفوق ومن التحت. هنايا غادي نمشيو نقطعوا الفواكه. المهم هنايا انا كان عندي التفاح والكيوي، وانتم تقدروا تزيدوا الفواكه اللي كتعجبكم، بالنسبه للبنان، الفريز او لاي حاجه. المهم انا هادشي اللي كان عندنا في الدار، هادشي اللي كان متواجد، وتقدروا نتوما تزيدوا اي حاجه كتعجبكم. المهم غادي قطعت معكم التفاح. دابا غادي نقطع الكيوي. صافي، هنا غادي نخليهم على جنب. وهنايا جبت الطاخط ديالي من الفران، ها هما طابو كما قلت لكم، ما يطيبوش بزاف، غير من التحت ومن الفوق يتحمروا. هنايا كنعمرهم بالكريمه اللي وجدت معكم. الكريمه البنات تقدروا تعمروا بهم هكا طاخط، تقدروا تعمروا بهم اي حاجه درتوها في الدار. المهم كتنفع لكل شيء ديك الكريمه اللي وجدت معكم. نتمنى تجربوها وتعجبكم. المهم هنايا كنعمرهم بكريمه وكنزيد عليهم اللي بخوي من الفوق. صراحه البنات خرجوا روعه، خرجوا رائعين. المهم صوبناهم انا واختي. نتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم ويعجبكم هادشي اللي شاركت معكم. ما تنسوش لايك، الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس اللي مازال ما اشترك في القناه باش يدخل لكم كاع الجديد ديالي. حتى الفيديو اخر ان شاء الله. المهم تحرمي النهار. نتمنى غادي كنت يعجب فيديويا السيور غليظ مار استعرفت ميمي باش تفهمنا التصنيولان بوركي التصنيولان قنايه قصور ميمي السور سمازيغ مي السور صار السور سجل اللغه وها شو زعما السور سجل اللغه بوركي نش السور خمازيغ، يعني السور استعرفت باش تفهمن مار يوذن. نتمنى ان شاء الله ديرك يعجبك انت فيديويا ديري فهمن داس مار من ديسنيغ ارشم فيديو نغني ان شاء الله. السلام عليكم.